بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وتحية لكم جميعا الإخوان والأخوات في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، وخاصة أن غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم اللي هي هادشي اللي وقع اليوم للأسف في ملعب مراكش، وخاصة مع الجماهير الجزائرية اللي ما تقبلوش الخسارة أمام المنتخب النيجيري، واللي عطاو واحد الصورة سيئة للأسف. كما كنقولوا الوحيدين للأسف اللي داروا كان واحد المظاهر ديال الشغب وتعداو على بعض الصحفيين، آه، وقالوا في كلامهم في حقهم واحد الكلام نابي اللي تمنينا انه ما يوصلوش حتى لهذا المواصل للاسف. وهذا الشيء خلى واحد الصورة سيئة عليهم وعلى بعض الإعلاميين اللي تاهما كانوا في الصف ديالهم. نتمنوا بحال هذه المظاهر انها ما تعودش، وخاصة كاين الحمد لله بعض الأنصار وبعض الجماهير ديال الدول العربية ودول إفريقية شقيقة، الحمد لله أن كانت الأمور ديالهم مزيانة، دازت الأمور ديالهم في ظروف حسنة، لقاو الترحيب من الشعب المغربي، شافوا امور الحمد لله اللي خلت الذكريات ديالهم زوينه، اللي خلاو ذكريات زوينه هنا على المغرب. وهذا الشيء اللي كنا كنتمناوه، ولكن للاسف ان ملي كيكون واحد النوع ديال الجمهور كتلقاه في الاصل جاي معبأ، ولا كما كنقولوا راسو عامر من جهه المغرب، ما تسناش منه شي حركه من غير انه يقدر ينوض الفتنه ولا ينوض المشاكل، وخاصه مع السلطات الامنيه. وبالاشاره انه كنشكروا السلطات الامنيه ديال مدينه مراكش وديال اللي كانوا في الملعب بالخصوص، انهم تعاملوا بواحد الحزم، وفي نفس الوقت تعاملوا بواحد الطريقه زوينه، وما خلاوش الامور انها تزيد كما كنقولوا باللغه ديال الدارجه ديالنا تزيد تكبر. اللهم لك الحمد، الامور الحمد لله دازت بسلام. كنتمناو بحال هاد المسائل هادو ما نعاودش نشوفوهم، خاصه حنا في عرس كروي، والعرس انه خصو تيكون زوين، خصو يكون يدوز زوين ويبقى زوين. اللهم لك الحمد، الامور لحد الساعه في التنظيم ديال الكان الامور كلها مزيانه، سواء لوجستيكيا او من حيث المباريات. الحمد لله شفنا اهداف زوينه، شفنا اليوم الحمد لله الماتش ديال مصر انتهى ب3-2 مع السنغال، كانت واحد المباراه هيتشكوكيه، الحمد لله شفنا مباراه جميله. البارحه الحمد لله شفنا واحد المباراه زوينه ديال المنتخب المغربي اللي كان بهذه المناسبة كنهنئوا المنتخب المصري على التأهل ديالو، وكنهنئوا المنتخب المغربي على التأهل ديالو، تا هو قام بواحد مباراة بطولية الحمد لله ضد الكاميرون، غتبقى لي الذكرى. وكذلك المنتخب السنغالي تا هو في طنجة دار واحد المباراة الحمد لله زوينة. واليوم الحمد لله كملنا 4 المنتخبات الكبار اللي وصلوا للنهاية. والماتش اللي وقع فيه المشكل ديال الجزائر ونيجيريا، نيجيريا هي كنهنوا بهذه المناسبة على الوصول ديالها للمربع الذهبي، هي قامت بواحد المباراة زوينة. اللهم لك الحمد. شفنا مباريات زوينة، شفنا جماهير كانت الحمد لله فرحانة، كانت الامور مزيانة ولله الحمد. وهذا الشيء كامل كما كنقولوا دابا حنا على بعد خطوتين من النهائي، وغادي تسدى السيطرة على هذه البطولة الافريقيه اللي غادي كما كنقولوا كانت استثنائيه بكل المقاييس، لا جماهيريا ولا تنظيميا ولا لوجستيكيا ولا اعلاميا. حطمنا الركور في بزاف ديال المسائل، من بينها الحضور الجماهيري، الوفود الإعلامية من جميع دول العالم، تغطية إعلامية من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، من إفريقيا. كما كنقولوا الحمد لله كانت الأمور كلها مزيانة ولله الحمد. وهذا الشيء كامل كيعطي واحد الإشعاع للكرة الإفريقية. وهذا العرس هذا هو الهدف قلنا منه، باش ما يكونوش بحال هاد هاد المشاحنات، باش كنعطيو واحد الصورة زوينة على إفريقيا. والحمد لله كاين رجال في الكاف رغم انهم كيتهموهم بالكولسه وكذا، الحمد لله الامور كاين امور زوينه،
كاين عمل داخل الكاف، غدا الامور كتحسن داخل الكاف، وهذا الشيء الحمد لله كنشوفوه، وبدينا كنشوفوا النتائج ديالو ولله الحمد. وفي النهايه ديال المداخله ديالي كنتمنى ان ما نكونش طولت عليكم، كنتمنىكم انكم تدعمونا بالاشتراك والبارطاج باش نعاودوا نشوفكم مره اخرى ان شاء الله، وتشجعونا باش نعاودوا نواصلوا ان شاء الله في المسار ديالنا. والى اللقاء والى فرصه مقبله ان شاء الله.